بس ابى اجيب شيء جميل ذكره الان وبختصرها جدا عشان اعطي الاخوان المجال. حرمه يعني قريبه اللي يعرفها الله يمسيها بالخير، ايام التليفون الثابت اتصلت عليها حرمه، شوفوا شلون ترى في شياطين من شياطين الانس. الله يستر. تقول الحرمه الاولى هذه راعيه البيت تقول انا عارفه زوجي وعارفه حركاته وسكناته ودوامه مسكين وفي حاله، يعني واضح معي 24 ساعه. اي ولا هو هنا توهم متزوجين عرفته. تقول لا ذاك اليوم هو مو في البيت، يتصل التلفون ترفع السماعه وتكلمها حرمه من جنسيه عربيه وتغنج وصوتها ناعم. الو مساء الخير، قالت مساء النور، انت فلانه؟ قالت نعم. قالت له سمحتي بس بغيت اسالك وين فلان زوجها؟ قالت والله مو فيه. من نقول له؟ قالت الله يخليك قولي له فلانه مشتاقه لك مره كثير. اعوذ بالله، خراب البيوت. خليه يجيني، ليش تاخر علي؟ لي كم يوم ما شفته. عجيب. فلو سمحتي قولي له يجيني يعني الليله ولا بكره اللي مره مشتاقه له صراحه. قالت من معي؟ قالت انا زوجته. قالت انت زوجته؟ قالت الف مبروك. ذكيه هذه. اي الف مبروك. الله ما درت الا منك، بس فرصه طيبه نحن نبارك لكم الله يسعدكم. طيب ابشري اذا جاء ان شاء الله بقول له. سكرت السماعه، جاء الرجال ثقل زين. ايه الثقل زين بس ما نثقل. والحرمه مصلحه العشاء وتعشي زوجها وتسولف معه وعادي ها وش العلوم والاخبار. قالت ترى متصله الحرمه. قال يلا لك الحمد، وش ذا الحرمه؟ قالت والله حرمتك كذا كذا اتصلت وتقول قولي له يجيني، ترى مشتاقت له. قال هي صاحبك، يلا ما له برقرقد بس. يا سلام. راحت صالحه لا مشاكل ولا خرابيط بثقل وعقل. فشوف الفرق بين هالحرمه والرفق.